نصيحة تمجي من عند عم رمضان. الدروع نبتة تشيح وتترحى باش تاخو شكلها اللي نشوفوها به اليوم تتباع في الأسواق. الدروع يدخل في تقاليدنا الغذائية خاصة في شهر الصيام، لأنه سحفة دروع ولا سحلب هي أكلة متوازنة، نجم تكون سحور مغذي. وحتى الجاتو بالدروع هي وصفة يحبوها برشا ناس باش تحلي سهريات رمضان. أوركيس ماسكولا هو الاسم العلمي للدروع، اللي متكون أساساً من البروتينات والمعادن، خاصة الحديد والكالسيوم والفوسفور. يحمي العظام ويساعد على نموها وتقويتها، ويحافظ على مناعة الجهاز الهضمي ويقيه من الأمراض. نستعمل الدروع في كوجينتنا كما برشا دول أخرى، وهو ثالث الحبوب استهلاكاً في العالم بعد القمح والروز. طرق تحضيره في عاداتنا تختلف، من خبزة الدروع لغريبة الدروع للسحلب اللي يطيب بالماء ولا بالحليب، ويتزاد له الفاكهة والعسل ولا الهريسة الحلوة باش يعطينا وجبة سحور متكاملة ومتوازنة تحضرنا لنهار الصيام جديد. شاهي طيبة، ونتلاقاو غدوة في نصيحة جديدة من عند مجيد.